يا دكتور طلعت، امشي الهوينه وبهدوء كده، ما تفرجش عليها الخل. قلت لك ما اسميش دكتور طلعت، انا بيك تي. بيك تي يعني شاي كبير. شاي كبير ايه؟ مش بالمعنى القهوه ده يا دكتور. بيك تي دي تي طلعت، اختصار طلعت. تي شاي. شاي اهو. الشاي ده بقى اختصار اسمي في الراب سين. اوكي، يبدو ان انا مش فاهمك عاده او دائما مش فاهمك يعني. مش مهم تفهمني، انت اصلا بقيت راجل كبير كرموشه وزمنك بقى في النشنشه. يا دكتور طلعت، امشي الهوينه وبهدوء كده، ما تفرجش عليها الخل. قلت لك ما اسميش دكتور طلعت، انا بيك تي. بيك تي يعني شاي كبير. شاي كبير ايه؟ مش بالمعنى القهوه ده يا دكتور. بيك تي دي تي طلعت، اختصار طلعت. تي شاي. شاي اهو. الشاي ده بقى اختصار اسمي في الراب سين. اوكي، يبدو ان انا مش فاهمك عاده او دائما مش فاهمك يعني. مش مهم تفهمني، انت اصلا بقيت راجل كبير كرموشه وزمنك بقى في النشنشه. دكتور طلعت، أرجو توضيح كلامك بعض الشيء، لأنه واضح إن كلامك يبدو إنه بقى معقد بعض الشيء. إذن عمر مستواك ما هيوصل لمستوايا، لان انا راجل بتمشى في الزمن محشي طاقه وعندي كرنب. لا معلش، انا راجل بتمشى في الزمن محشي طاقه وعندي ورق عنب. عندي أمل. ايه ده، انت رابر زميل ولا ايه؟ بتتمشى في الزمن. دي أنا عارفها كويس قوي، بما إن الزمن بيساوي المسافة في السرعة. ايه ده انت بتقول ايه؟ مش أغرب من اللي أنت بتقوله. أنت مش بتسألني عن نظرية في الزمن، الزمن المضطرب والمضطرد والمضطرع. ما بسألش على نظريات، لأن أنا قلت لك أنا دلوقتي مش دكتور طلعت، أنا بيك تي. أنا حاسس إن في عيل جاي معاه في نكش وعايز يدسني ويدخل معاه باتل. دكتور طلعت. إيه؟ لا، أنا أقصد يا بيج تي. يو. واضح إن اللي حضرتك بتقوله ده أصعب من الفيزياء بالنسبة لي. كلكم طلعتوا فالص وطلعتوا عيرة. يو. إحنا يا بيج تي. أنا ليه أضيع وقتي مع واحد متوفي زيك؟ أنا عندي محاضرة. سلام يا مان. يو. سلام يا مان. أنا عندي يو. بيج ناس. يا دكتور، كابتشينو فرنتشينو ما عجبكش ولا ايه؟ لا ابدا، انا بس افتكرت ان في واحد جه يقعد على قهوه قاعد على شاي. دي نكتة قديمة فج، بس عسل والله منك يا دكتور. ايه يا ابني، ما عندكش قلب؟ مفيش قلب خالص. بقول لك واحد قاعد على شاي، انت فاهم يعني ايه واحد يقعد على شاي؟ بوح. ساتر يا رب، دي نكتة حزينة قوي. مش عارف كنا بنضحك عليها ازاي النكتة دي. حول الله يا رب. حتى انت ماشي وسايبني ليه يا دنيا بترشي على جرح كلونيا؟ دي حكمة تكاتك قديمة فج، بس والله سكر منك يا دكتور. بتضحك على اوجاعي يا كنكه؟ تضحك على اوجاعي؟ ايش صحيح، الظروف خلت الصحاب قل. دي بقى جملة قديمة زيتون، بس والله سكر منك يا دكتور. ايه يا ابني ترشاجي؟ خد يا عم البتاع ده وهات لي قهوه ساده. حاضر. ساده خالص، مفيهاش حاجه. امشي. هيجي لي موجوع دموعه في عينه ندمان. يا عين. أنت عارف أنا مين؟ جاي تسأل اسمي إيه؟ زميلي الشغل ده قديم. معروف يا دكتور طلعت طبعا، ده انت نار على العلم. يا ابني وانا بكلمك انت فصلتني على الابداع اللي انا بعمله ده. انا كنت بكتب حاجه وناوي اديها الويجز. طيب انا عايزك في موضوع كده يعني. يلا ارغي يا فادي، بس بشرط يكون كلام مهم مش كلام عادي. بص يا طلعت. ايه؟ بص يا دكتور طلعت، عايز اقول لك حاجه مهمه عاليه يا دكتور. ليه فصلتنا؟ ايه اللي عالي يا دكتور ده؟ زي علي يا ويكا. ماله علي الهيتيا ده؟ عايز يعمل تراك وبيقول هيخرب بيه الدنيا. خلاص، اي حد عنده لسان هيبقى فنان. ده كده جاي على البايظ. ده بيقول لك كمان ان هو هيدسك في التراك وهيخليك ما تعرفش تمشي في الشارع. طب خد بقى الكبيره، بيقول لك هتبقى هلهوله. وانا موافق. معقوله؟ ايوه معقوله، هبقى هلهوله، بس هبتدي بالخطوه الاولى وهعمل حته تراك لالالولا. وانا عندي اللالالولا، الحقني بيها. نحيي التراث القديم ونحط عليه بهارات من فوق.
الله، فكرة عبقرية من شخص ساذج، نربط ما بين الفن الأصيل وفن الراب الحديث. سمعني. ماما زمانها جايه بعد شويه، جايبه لعبوا حاجات. ما تكملش تستنى ماما لما تيجي. بس أنا شخص طويل شحط، أقف أقول ماما زمانها جاية؟ عايز فكرة حلوة. أيوه. بابا فين؟ بابا هنا. قول له مين؟ قول له عمو مين؟ دكتور عرفة، دكتور عرفة، ما يا ريت حضرتك بس تركز معايا شوية. الدكاترة كده هيروحوا مني. يا ريت نشوف أي حل لإزالة التجربة دي حتى لو بالليزر. قلت لك يا دكتور فرناس مفيش لا حل تاني ولا تالت ولا رابع ولا أي حلول تانية. طب نشوف حل خامس. العيال مش طايقين حد ومش طايقين بعض. مفيش حل، لازم يتحطوا مع بعض في تجربة واحدة عشان لما يبهتوا على بعض ساعتها بقى. إيه يبهتوا؟ يبهتوا طبعا، ما احنا هننقعهم سوا. ننقعهم ويبهتوا؟ في دكتور عالم عاقل يقول ينقعوا ويبهتوا؟ لا وريني كارنيهك. كارنيهك. كارنيه؟ أيوة. كارنيه بيتجدد. ثم انت ما تدخلنيش في حاجات كتيره زي دي. انا قصدي يعني لما يندمجوا مع بعض ساعتها بقى نقدر نقول ان هم يرجعوا حياتهم الطبيعيه بعد ما يكونوا توازنوا مع بعض. يعني العيال راحوا مني. طب اعملها ازاي دي؟ اعملها ازاي؟ الو. ايوه دكتور طلعت يا حبيبي. ولا حبيبي ولا زفت، انا عايز منك مصلحة بس فبكلمك. تعال بسرعة. حاضر يا دكتور طلعت يا حبيبي، حاضر. مسافة السكة هكون عندك. مع السلامة. ترى عاوز ايه ده بس؟ بإذنك. خير يا دكتور طلعت، جبتني ليه على ملا وشي؟ حد اساء ليك، اهانك، عمل فيك اي حاجه، حد دسك ولا ايه؟ أنا ما حدش يقدر يدسني. أنا جبتك عشان عايزك في مصلحة وبعدين أسيبك تخلع. امرني يا بيك تي. أنا عايز أعمل تراك. تراك؟ طريق يعني؟ بس انت خريج فيزياء، مش جابك للطرق والكباري. يعني إيه تراك يعني إيه؟ تراك يعني طريق. أنت شاطر بس في اللغة يا دكتور، إنما في لغة الحياة ضايع. تراك دلوقتي يعني أغنية. أنا عايز أعمل أغنية أكسر بيها الدنيا على دماغك ودماغ اللي جابوك. مع احترامي لحضرتك يعني. أنا قصدي أغنية أعلم بيها على الواد علي. عشان كده جبتك، عشان عايزك تجيب لي أشطر مؤلف وأشطر ملحن وأشطر مغني. مغني؟ طب وانت هتعمل ايه في الليله دي؟ هتتفرج عليهم ولا ايه؟ اتفرج؟ عشان قلت أشطر مغني؟ لا، أشطر مغني ده اللي هيعلمني أغني. بس كده الواد علي هيعلم عليك في السحاحه. يعلم عليا السحاحة؟ السحاحه الفنيه. معاش ولا كان اللي يعلم عليا في السحاحة الفنية. يبقى في الحالة دي بقى احنا لازم نعمل أغنية مجنونة. أيوة أسخن يا دكتورة. ونجمع فيه بقى ما بين الراب والمهرجانات والأغاني الرومانسية. مبدئيا انت اللي هتعمله، انت ومجدي وولاء وعبد السروجي. لا، عبد السروجي ده جد السقا وممكن يأذينا. وبخصوص بقى مجدي وولاء دولت عيال خيخة، أنا ما بشتغلش معاهم. بس أفاجئك، أنا هعمل التراك ده معاهم طالما لمصلحتي. وحابب ألفت نظرك لحاجة يا دكتور. ايه؟ أنت أول مرة تقول حاجة عليها القيمة يا دكتور فرناس. ما اسمي دكتور فرناس، اسمي البيج ناس. يا